ازاي تختار خامات اللوحه بتاعتك من غير ما يتنصب عليك؟ طبعا الحلقه اللي فاتت صورنا الفرق بين الكونتاكتورات والفرق بين الاسعار، ما قلناش تعالى على الخاص. قلنا ان الكونتاكتور الرخيص مش دايما الرخيص بيكون وحش. انا عامل فوق ال 40 لوحه واشتغل معانا كمان اللي هو اللي ب 210. طبعا انا عندي من ده وعندي من ده وعندي من كل الانواع، بس في ناس بتبقى خايفه ومش معاها تكلف فبتستنى وتصبر وقت عشان تعمل من الغالي. لا يا باشا، مشي نفسك والدنيا تمام. الحلقه النهارده بقى عن نوعين سيرموستات، عشان محدش يقول ان انا بعمل تسويق مثلا لده او ده شركه المروه. ده سيرموستات صيني عادي وده تبع شركه كيان. ده ب 450 اهو. السلك بتاعه الحزام بتاعه بيكون بلاستيك، السلك بتاعه اطول، الخامه بتاعته الماتيريال بيكون اعلى في الجوده، الحساس نفسه تقيل. وده اللي هو الصيني المتعارف عليه اللي انا مركبه هنا. انما ده الكيان اهو. الكيان بيكون مكتوب عليه كيان من فوق اهو، اللي هو الاوريجينال. ده اللي هو العادي اهو، الصيني ال1000 العادي، وده الاوريجينال. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ سعر. طب يا ابو انس الحساسيه الاثنين واحد، هنا حساس وهنا حساس والاثنين مدين نفس الرقم. طب اصل الجوده ده ممكن يتحرق ده ممكن. انا عامل زي ما قلت لك فوق ال 40 لوحه واغلبيتها من ده، حوالي 10 لوح بس او 7 لوح من الكيان اللي هو السيرموستات ده. ومفيش حد كلمني قال لي يا ابو انس السيرموستات اتحرق مني الا لوحه واحده بس، صاحبها حمل على الكونتاكتور فوق قدرته، يعني الكونتاكتور اخره شيل مثلا دفايه، هو حاطط دفايتين فالروزيتا عنده ضربت. انما الاثنين انا بحط الاحمال واحده، انا حاطط مثلا الكونتاكتور يشيل دفايتين 10، صاحبها حط اللي انا قلت عليه السيرموستات يعيش معاه. طب السيرموستات اللي اتحرق ده لو كان مكانه اللي هو الاوريجينال كان هيتحرق برضه، طالما المعد ده فوق الحمل فوق الكونتاكتور الشاشه ده هتتحرق، لان الكونتاكتور هو اللي بيحافظ على المعده دي ان هي تتحرق. لو الحمل رفع فوق الكونتاكتور الشاشه هي اللي هتتحرق معاه. فده ما اتحرقش خالص وده ما اتحرقش خالص، والحمل لو زاد على الكونتاكتور ده هيتحرق وده هيتحرق. فما حدش يخاف يقول لك ده ب 450. طبعا ب 450 عند ابو انس، وده ب 275 عند ابو انس برضه. فانت لو ما معكش تعمل ده هتعمل ده هيمشي معاك. هل انا هسوي له شركه ابويا مثلا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.